سيداتي انساتي سادتي، الحلقه دي لو انتوا في المقصوره الشمال هتشوفوها اوف سايد، ولو انتوا في المقصوره اليمين هتشوفوها جون. ماتشات الكوره اللي احنا بنشوفها بيحصل فيها مواقف كتير اغرب من الخيال، منها اللي بيبقى ليه علاقه بالكوره فعلا، ومنها اللي ملوش علاقه نهائي، واللي يخليك تسال ليه ده بيحصل. فحلقه النهارده كلها مواقف نادره وعجيبه، فاللي ليه في الكوره واللي ملوش لازم يتفرج عليها. وعشان كل حكايه ليها سر، تعالى اقول لكم سر مواقف الساحره المستديره جوه المستطيل الاخضر. يلا نسمي الله ونبدا على طول ماتش النهارده، وانزل بالتتر يا مخرج. اول ماتش معانا دخل موسوعه جينيس بانه اكتر ماتش اتسجل فيه جوان في التاريخ، والموقف اللي هحكيه لكم دلوقتي محدش كان يصدق او يتوقع انه يحصل في يوم من الايام. في 2002 في دوري ابطال مدغشقر، وتحديدا في 21 اكتوبر، كان في ماتش بين فريق اديما وفريق ستاند اولمبيك دوليميرن، واذ فجاه نلاقي فريق دوليميرن بدا يدخل جوان في مرماه هو. بالذمه حد يدخل جوان في نفسه؟ فريق اديما جاله ذهول من اللي حصل لحد ما لقى نفسه كسبان 149-0. طبعا نتيجة خرافية في ماتش كورة، ده لو ماتش باسكت ما كانش هيبقى كده. بس بعد شوية الكل فهم السبب اللي خلى فريق دوليميرن يدخل جوان في نفسه، اللي هو ايه بقى؟ تعالوا نشوف. فريق دوليميرن عمل كده كنوع من انواع الاحتجاج، لانه الماتش اللي فات الفريق اتعاقب والحكم كان منحاز ضدهم، وده خلاه يخسر الماتش اللي كان هيتلقب فيه ببطل الدوري. فاللي عملوه ده كان عشان يلفت انظار الكل ليهم، بس الموضوع ما عداش كده، لانه بعدها اتوقف مدرب الفريق لمدة 3 سنين ومعاه 4 لعيبة بما فيهم قائد منتخب مدغشقر. ندخل بقى على الماتش اللي بعده. ده بقى اقصر ماتش في التاريخ، مدته 3 ثواني بس. معروف ان بطولة كوبا امريكا من اهم البطولات في قارة امريكا الجنوبية، بس عندها مشكلة كبيرة، وهي ان البطولة بتتكون من 10 منتخبات بس، يعني 10 منتخبات بس هي اللي تقدر تشارك. عشان كده بتضطر فيفا امريكا الجنوبية انها تدعو منتخبات تانية، عشان يعني تبقى بطولة بجد، مش مجرد 10 فرق بتلعب. والدعوة دي بتبقى يا اما المنتخبات من امريكا الوسطى او من امريكا الشماليه، بس ساعات الفيفا بتدعو منتخبات تانية بره القارتين دول، زي منتخب اليابان مثلا. المهم ان كان في ماتش في البطوله دي بين منتخب استونيا واسكتلندا، وده كان خلال تصفيات التاهل لمونديال 98، وكان استاد تالين اللي الماتش هيتلعب فيه في مشاكل في الاضاءه، وعشان كده اللجنه التنفيذيه في الفيفا طلبت تاجل وقت الماتش 5 ساعات. لحد هنا كل اللي بيحصل عادي وطبيعي جدا، بس لسه ما قلتلكوش ايه اللي حصل في الماتش وليه قعد 3 ثواني. الحقيقه ان استونيا اتضايقت جدا من تغيير ميعاد الماتش، لان ده هيخسرها الاعلانات التلفزيونيه. فالمنتخب الاستوني رفض يحضر في التوقيت ده، وطلب ان الماتش يتعمل في التوقيت الاصلي بتاعه. بس المنتخب الاسكتلندي وجمهوره سمع كلام الفيفا وحضر في التوقيت اللي حددته، عشان يتفاجئ ان منتخب استونيا ما جاش اصلا. وعشان كده الماتش انتهى بعد 3 ثواني بس من بدايته، يعني خلص من قبل ما يبدا. ففريق اسكتلندا احتفل بالفوز لانه كان فاكر هياخد نقط لصالحه، وتيجي المفاجاه برفض الفيفا انها تديله النقط دي. ومش بس كده، دي كمان قررت ان الماتش يتعاد مره تانية بس في ملعب محايد، وانتهى الماتش ده بتعادل سلبي. عشان كده الماتش ده سجل رقم قياسي عالمي باعتباره اقصر ماتش رسمي في تاريخ كرة القدم. ويلا بينا ندخل على الماتش اللي بعده. ودلوقتي بقى وقت المونديال الفرنسي واللي حصل فيه. اشترك في المونديال ده لاعب برازيلي كان راعب المنافسين بتوعه لانه هداف درجة اولى، واللاعب ده هو رونالدو نازاريو. الوحش المهاجم ده قاد المنتخب لنهائي المونديال، والمنتخب البرازيلي خلاص كان قرب يفوز بلقب بطل العالم، بس النهاية كانت مأساوية. قبل الماتش النهائي ما يبدأ بين البرازيل وفرنسا، اتصاب رونالدو بانهيار نتيجة تشنجات دماغية، واتنقل على طول على المستشفى. والمنتخب البرازيلي جاله ذهول لانه مش عارف يعمل ايه ويتصرف ازاي من غير نجمه الهداف اللي كان حاطط عليه كل امله. وهوب بتحصل المفاجأة ويرجع رونالدو من المستشفى قبل دقايق من بداية الماتش، وتتغير الخطة التشكيلية للمنتخب كله، وينزل رونالدو في الدقيقة الأخيرة. ما هو هتلعب، بس للأسف دي كانت أكبر غلطة عملتها البرازيل، وبسببها
خسرت خسارة رهيبة في الماتش النهائي، وكانت النتيجة قدام فرنسا 3-0. والسؤال هنا هو ايه اللي حصل لرونالدو بالظبط؟ المصادر الرسمية بتقول انه تعرض لضغط شديد، والضغط عند لاعيبة الكورة حاجة كبيرة جدا ومفروض انها تمنعهم من اللعب اساسا. وهنا علامة استفهام كبيرة، لان لو الكلام ده مظبوط ازاي سمحوا اللاعب يشترك في ماتش يقضي على حياته؟ وعلى فكرة الموضوع ده لسه غامض ومحدش عارف حقيقة اللي حصل فيه لحد النهاردة. ندخل بقى على الماتش اللي بعده. الماتش ده بقى حاجة تانية خالص، لأنه ماتش ليه علاقة بالفضاء. سنة 1954 كان في ماتش بين فلورنتينا وبيستويست، والماتش ده وقف بشكل رسمي بسبب صوت قوي جدا جاي من السماء، واللاعيبه والحكام والجمهور لقوا اجسام مجهوله طايره فوقيهم زي ما تكون اطباق فضائيه. وعلى فكره ده له خيال ولا تهيؤات، لان في شهود اكدوا الكلام ده فعلا، وقالوا انهم شافوا 20 حاجه غريبه طايره فوقيهم، وبسبب الخوف والهلع الكل طلع يجري بره الملعب. ومن وقتها محدش لقى تفسير علمي يعلق بيه على حقيقه الاطباق الطايره دي، حاجه كده من ورا الخيال. ويلا بينا على الماتش اللي بعده. الماتش ده اتسبب في عقوبه لاعب ووقفوا عن لعب الكوره مدى الحياة. سنة 1998 في بطولة تايجر كاب كان في ماتش بين اندونيسيا وتايلاند، وده كان اخر ماتش في المجموعة بينهم. الفرقتين متأهلين والدنيا تمام، وعلى حسبة المجموعة دي فالمفروض الفريق اللي هيكسب هيلاعب فيتنام، ودي تعتبر فرقة تقيلة وصعبة، والفريق اللي هيخسر هيلاعب فرقة سهلة شوية اللي هي سنغافورة. والماتش بدأ وكان هيخلص تعادل لحد ما حصلت حاجة غريبة جدا في آخر كام دقيقة. المدافع الأندونيسي مرشد أفندي حط الكورة في الجون بتاعه هو، فطبعا كده تايلاند كسبانة، فأندونيسيا خسرت الماتش ولعبت سنغافورة اللي كسبتهم وخرجتهم من البطولة خالص عشان يبقى موت وخراب ديار. وساعتها اللاعب ده اتعاقب واتوقف عن لعب الكورة مدى الحياة. يلا بينا على الماتش اللي بعده. الماتشات اللي فاتت كلها كوم، والماتش ده كوم تاني خالص، مسخرة كروية بمعنى الكلمة. في لندن عاصمة الضباب كان في ماتش بين أرسنال وسبارتاك الروسي، وقبل الماتش ما يبدأ حصلت شبورة جامدة جدا والضباب غطى الملعب، فإدارة نادي أرسنال طلبت من الحكم يأجل الماتش عشان سلامة اللعيبة، وده أمر طبيعي جدا. ويجي رد الحكم بالرفض بحجة إن الفريق الروسي جاي من بعيد وواخد مشوار من موسكو لحد لندن عشان يلعب الماتش ومش هيرجع تاني الصراحة. المهم الحكم صفر وبدأ الماتش، وبدأ معاه أجدع فيلم كوميدي بس في صورة ماتش كورة. الحكم في الشوط الأول طرد لاعب من لاعيبة أرسنال، واللاعب خرج من هنا وراح لافف من ورا الجون ودخل تاني من غير ما الحكم ياخد باله. ما هو ضباب بقى. قام الفريق الروسي لما شاف الموضوع كده قال لك اشمعنى انا، وعمل زي ما فريق ارسنال عمل بالظبط، وراح مبدل لاعب من لاعبته. وبسبب الشبوره الحكم ما خدش باله ان اللاعب اللي اتبدل ما طلعش اساسا، وفضلت الامور ماشيه سبهلله كده، عشان بعد حوالي ربع ساعه نلاقي ان لاعيبه الفريق الروسي بقوا 15 ما نعرفش ازاي، ولاعيبه ارسنال 11، مع ان اتطرد منهم واحد اصلا. ما هو اللي اتطرد ما طلعش اصلا ولف ودخل تاني. وخلص الشوط الاول بالمسرحيه دي، عشان ندخل الشوط التاني وهوب يبقى فيه هجمه للفريق الروسي ويطلع حارس ارسنال عشان يصدها، فتقوم دماغه خبطه في العارضه فيغمى عليه، والحكم برضه ما ياخدش باله. لا ده كده الحكم ما جاش اصلا. وخدوا الكبيره بقى، الجمهور بعد ما شاف اللي حصل ده قال لك هو احنا احسن من اللعيبه يعني؟ وراح واحد من مشجعين ارسنال نازل الملعب ووقف مكان الجون بعد ما خد منه الشورت والجوانتي ولبسهم هو وطرده هو بره الملعب. طبعا هتتوقعوا ان حد يتكلم ويوقف المهزله دي، بس الغريبه ان الماتش كمل وخلص عادي جدا كأن شيء لم يكن، وكمان كان في نتيجه 4-3 للفريق الروسي. يلا بينا على الماتش اللي بعده. اللي حصل في الماتش ده اتعرف باسم فضيحة خيخون. سنة 1982 كان في ماتش في كاس العالم بين ألمانيا والنمسا، وكان الماتش في دور المجموعات، لعبت ألمانيا مع النمسا، والماتش بدأ عادي جدا، وبعد 10 دقايق ألمانيا جابت جون، وبكده
ضمنت التأهل هي والنمسا. ومن بعدها على مدار 80 دقيقة اللي هو الباقي من الماتش الأمور كانت في منتهى الملل، عشان كل لاعب بقى يضيع كور عادي جدا ومفيش أي حماس. وخلص الماتش بفوز ألمانيا 1-0، وده معناه تأهل الفريقين على حساب الجزائر. وطبعا ده كله كان مقصود، بس جمهور الجزائر ما عجبوش اللي حصل وعمل قلق، والاتحاد الجزائري مسكتش وقدم شكوى للفيفا، والفريقين نفوا ان يكون حصل اي تواطؤ في الماتش ده. وده كان السبب اللي خلى الفيفا تعدل خطة الماتشات في البطولات اللي بعد كده، عشان تقرر ان الماتشين اللي هيتلعبوا في الجولة الثالثة في دور المجموعات يكونوا في نفس التوقيت، وده منعا لأي تلاعب. والواقعة دي اتعرفت باسم فضيحة خيخون نسبة لمدينة خيخون في اسبانيا، البلد اللي استضافت البطولة. وقبل ما نخش على اخر ماتش حابة افكركم ان في كواليس في اخر الحلقة يا ريت تتفرجوا عليها. ويلا بينا نخش على الماتش الاخير. الماتش ده من أغرب الماتشات اللي اتلعبت وأغرب القوانين اللي اتحطت. سنة 1994 كان في ماتش بين منتخب جرينادا وبربادوس، والماتش ده اللي هيكسب فيه هيوصل لنهائي كأس الكاريبي. بس منظمين البطولة حطوا قاعدة غريبة جدا أول مرة حد يسمع عنها، وهي إن لو الفريقين اتعادلوا فالأشواط الإضافية الجون فيها يتحسب بجونين، وكان لازم فريق بربادوس يكسب بفرق جونين عشان يتأهل. المهم إن الماتش بدأ وفاضل 10 دقايق ويخلص، وفريق بربادوس كسبان 2-0، ودي نتيجة تأهله للنهائي، يعني كله تمام التمام. وعشان كلنا عارفين ان الجون بيجي في ثانية، بصينا لقينا فريق جرانادا جاب جون والنتيجة بقت 2-1. لاعيبة بربادوس شافوا انهم لازم يجيبوا جونين عشان يكسبوا ويتأهلوا، بس النتيجة كده مش نافعة، وكمان مفيش وقت يلحقوا يعملوا حاجة فيه. تفتكروا هيعملوا ايه؟ تعالوا نشوف. فريق بربادوس حسبها بسرعة وقال لك احنا نجيب جون في نفسنا، وساعتها هنتعادل 2-2 عشان الجون ده هيتحسب لفريق جرانادا، ونروح وقت اضافي وهناك الجون هيبقى بجونين، ونوفر على نفسنا وجع القلب ده كله. بصراحة ملعوبة وانا بشجع اللعبة الحلوة. المهم فعلا راحوا حاطين الجون التاني في نفسهم وتعادلوا وراحوا للوقت الاضافي. لاعيبة جرانادا قرت المشهد كويس وفهمت الفخ، وقالوا احنا كمان هنروح نجيب جون في نفسنا، وبكده هم هيكسبونا بفرق جون واحد، يعني برضو مش هيتأهلوا. وهنا بدأت الكوميديا. لاعيبة بربادوس بدل ما يدافعوا عن المرمى بتاعهم سابوه وراحوا يدافعوا عن مرمى الفريق التاني من لاعيبته اللي عايزين يجيبوا جون في نفسهم. بالمناسبة الفريقين راحوا لوقت اضافي، وبربادوس راح للنهائي بعد ما جاب جون اتحسب ب2 في الوقت الاضافي. في الاخر خسر من منتخب تريندادا اند توباجو، ويا رب اكون بقول الاسم صح. في النهاية المخرج صفر، ويا رب اكون لعبت ماتش كويس وجبت فيه جوان. استنونا في حلقة جديدة وسر جديد من سر الحكاية. سنة 1994 كان في ماتش بين منتخب جرينادا وبربادوس. المنتخب اسمه تريندادا اند توباجو. ده انا قعدت اشتهجها تريندادا اند توباجو. فين الحاجات المصرية بتاعتنا؟ فين بيبو ده؟ الحكم طرد واحد ولف ودخل، قال له ما عندوش وهو عنده جوه.